بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات. كل سنه وانتم طيبين ونعاد عليكم الايام بالخير يا رب، الصحه والسعاده والستر وراحه البال. ورمضان كريم عليكم وعلينا وعلى الامه الاسلاميه جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى الفيديو بتاعنا انا جبته لكم من اول ما صحيت من النوم. يعني عايزه اقول لكم من اول يوم رمضان انا مش بخلي كوبايه ولا طبق ولا معلقه وسخه بايته في المطبخ. بس في اليوم ده تالت يوم رمضان. تالت يوم رمضان. في اليوم ده انا كنت مرهقه وكنت تعبانه قوي قوي، يعني ما قدرتش ان انا اصبر، وكان كلهم شويه اطباق يعني مش حاجه، اطباق وكوبايات. فطبعا تعبانه قوي وما قدرتش بصراحه يعني. من اول رمضان هو اليوم ده اللي انا تعبت فيه بس. فالحمد لله على كل حال. الحمد لله لما قمت بقى من النوم بدأت يومي كده معاكم من اول ما دخلت المطبخ، وريتكم بس قبل وبعد عشان خاطر طبعا احنا عاملين الروتينات دي مع بعض كتير. غسيل المواعين والبوتاجاز وترويق المطبخ. انا جبت لكم شكل المطبخ من اول ما قمت، قسما بالله انا قايمه من النوم وهو كده بالمنظر ده. كوبايات بقى مكان عصير، مكان كده، مكان شاي قهوه. والأطباق مكان السحور ومكان الفطار برضو كذلك. وكان عندي الصينية دي كانت مكان البطاطس اللي كنت عاملاها بالفراخ معاكم. كان فايض منها فيها يعني حبة كده بطاطس. فقطمت رغيفين عيش، العيش اللي كان فايض مننا في السحور وكده، قطمته وحطيت عليهم شوية مية وسبتها تبوش كده عشان انزلهم للبطين بتوعي تحت. وصبنت المواعين زي ما شفتوا كده، وصبنت الحوض وصبنت الكوبايات وزي ما انتوا شفتوا. والبوتاجاز بتاعي اصلا ما كانش وسخ يعني، والحاجه مكان تأمير العيش بس كده قليت بطاطس. صبنته برضو على المشي كده على السريع يوميا، ده بيتصبن يوميا. هنا بقى هنعمل فطار ايه النهارده يا جماعه؟ طبعا لا لحمه ولا فراخ ولا سمك ولا اي لحوم خالص ولا طبيخ. النهارده هنقضيها نواشف، احلى اكله بالنسبه لي يعني. دي احلى من اللحمه والفراخ الاكله دي. بصوا بقى، عايزه اقول لكم ان حطيت القرنبيط اللي متابعني وسمع الفيديو اللي هو كنت عامله فيه المخلل. البطرمان المخلل اللي كنت عاملاه معاكم، والطماطم اللي كنت مسبكاها وعاملاها صلصه، وعصير البرتقال. كنت عامله كل ده التلاته دولت في فيديو واحد قبل رمضان بكام يوم كده. فطبعا كنت جايبه حتتين قرنبيط مفرغين كده، قرنبيط اللي هو يعني ايه ما يتقليش اصلا، ما ينفعش في القليه. كنت جايباهم للتخليل. فطبعا ايه كان فيهم الحتتين اللي انتوا شفتوهم دولت، لقيته جالس كده، الحتتين دول جالسين وحلوين ينفعوا للقليه. والباقي كان كله مفرغ كده، فالباقي انا خللته ما شاء الله. مش عايزه اقول لكم على طعمه بقى في التخليل. كان ناقص له بنجريه بس عشان تديله اللون بس. لكن بصراحه ما جبتش بنجر بقى وما كانش عندي، ومعرفتش اجيب بنجر تاني. معرفتش انزل يعني او اخرج ان انا اجيب بنجر. المهم ما علينا، هو حلو، اهم حاجه الطعم. المهم يا جماعة ايه، قلت بقى ايه بدعبس في التلاجة كده، لقيت البتنجان ده عندي ولقيت الحتتين القرنبيط دول عندي. قلت بقى ايه هنعمل تشكيلة كده ايه، نواشف احلى من اللحمة والفراخ. كل يوم فكرة جديدة، سفرة جديدة. يعني مش عشان رمضان يبقى مش هناكل نواشف، لا. هو رمضان بيحب اللقمة الحلوة ويحب الأكلة الحلوة. بس يعني تغيير عشان المعدة برضو. عايزة اقول لكم الاكلة دي بتأكل احسن من اللحمة والفراخ والطبيخ. طبعا جبتهم بقى ايه، فصصتهم وقشرتهم زي ما شفتوا كده، وحطيت عليهم شوية مية وشوية ملح، وعلقت عليهم على عين البوتاجاز. وطلعت بتنجانتين من البتنجان الرومي اللي كان عندي ده. قلت بقى ايه اشويهم على عين البوتاجاز كده، كل واحدة على عين. ومسكت الطاسة بتاعتي صبنتها كمان، برضو كنت قالية فيها بطاطس برضو في السحور. بس ايه صبنتها تاني عشان نقلي بقى ايه بطاطس من اول وجديد. هنا بقى كنت عملت علبة جبنة عبورلاند، وخرطت عليها برضو طماطمية وقرن شطة ونقطة زيت كده،
وحبة شطة حمرا، بس يعني الطماطم بتاعتها مش كتير. عملت طبق جبنة بطماطم يعني. تمام. وخرطت بطاطس برضو، قشرتها وعملتها صوابع. نعمل ايه؟ طبقين بطاطس حلوين محترمين كده بصوابع. وهنا كان البتنجان بتاعنا اتشوى. مسكته برضو، قشرته على الحوض وشطفته وحطيته في الطبق. كده خلصنا البتنجان خلاص، يعني يعتبر خلص. نص المهمة خلصت، فاضل نصها. اول حاجة قبل ما تبتدي في الاكلة بتاعتك او الطبخة بتاعتك، لازم أن يكون مطبخك رايق ومواعينك نظيفة وحوضك فاضي ورايق وبوتاجازك كذلك، عشان لما تشتغلي بنفس، وكمان تلاقي كل حاجة متاحة حواليكي. اما لو انتي اشتغلتي وعملتي جيتي تطبخي او تعملي اي اكلة ومواعينك وسخة او حاجتك وسخة، وانتي عندك حتى البديل، لو عندك مواعين يعني نظيفة تانية هتستعمليها وتقولي اما اخلص ابقى اصبن كله مع بعضه، بتحسي ان انتي تايهة وتحسي ان في كركبة حواليكي. فمش زي ما تكون كل حاجة نظيفة حواليكي وكل حاجة رايقة، بيبقى فرق كبير يعني. هنا بقى انا الكيس اللي انتوا شفتوه ده اللي هو الابيض ده فيه توم. ده توم من اللي هو لسه بيلف، اللي هو الاخضر ده اللي بيلف بالعربيات بيلفوا بيه ده. انا بصراحة ما كانش عندي توم. التوم اللي كان عندي القديم خلص خالص، ما بقاش فيه توم. فبصراحة كنت بقول قدام مرات اخويا وكده، فقالت لي ايه، لقيتها بعتالي يعني العربية كانت معدية، ولقيتها هي ايه جايبالي 2 كيلو وبعتتهم لي مع بنتها. فانا بقى بصراحة قلت ايه، بدل ما ايه دخل علينا، كان قبل رمضان بكام يوم كده، بيومين او 3. فقلت بقى ايه، طبعا انا التوم لسه طري يعني ولسه اخضر خالص، فقلت بقى امسكهم افصصهم كده واعبيهم في كيس وعينهم في الفريزر فصوص. بحيث يعني يبقى سهل معايا لما اجي استخدمه في رمضان وكده، يبقى ايه اطلع الكيس اخد الفصين ادقهم في الهون في ساعتها على طول. مريتش ان انا اضربه برضو في الكبة زي ما كنت عاملاه معاكم قبل كده. قلت ده هما 2 كيلو يعني مش مستاهلين وحبة صغيرين. شوفوا بقى لما تفصصوا بقوم قد ايه، بقوم حاجة بسيطة خالص. ده بصراحة سهل عليا خالص كل الاكلات اللي بعملها من اول رمضان. سواء طبيخ او محشي او اي حاجة بنستخدم فيها الثوم، بيسهل عليا جامد. غير بقى لما تكوني لسه هتخرجي تجيبي الراس الثوم من البلكونة وتقشري وتفصصي وتعملي، بياخد وقت برضه، بياخد غلبة. هنا بقى حطيت حوالي راس توم، يعني حطيت حبة حلوين، قلت عشان البتنجان وعشان القرنبيط. وعليهم عود كزبرة خضرة، واللهم صل على النبي، وقرن شط اخضر، وحبة توابل كده. وحطيت 3 معالق من الدقيق. هنا بقى يا جماعة زي ما قلت لكم كده، حطيت 3 معالق من الدقيق، لان يعني حتة قرنبيط صغيرة مش كتير، حسب الكمية اللي انت هتعمليها. وحطيت بقى الثوم اللي انا لقيته بالكزبرة بالقرن الشطة. خدت معلقة صغيرة للبتنجان، وبقيته يعني كان حوالي معلقة كبيرة كده حطيته ايه للقرنبيط. وحطيت بقى فلفل اسمر، كزبرة، كمون، اللهم صل على النبي، سنة شطة حمرا كده بسيطة. لو انت حباه يعني مشطشط شوية، مش حباه خلاص ما تحطهوش. والملح بتاعنا برضو ظبطي ملحك كده، عشان انتوا عارفين ان الدنيا صيام. كوني انت عارفة يعني ايه، عينك ميزان كده، بتكوني عارفة مقدار الحاجة اللي انت بتعمليها، وايدك على طول شغالة في الحاجات ديت في الاكل وكده، فبتكوني عارفة مقدار الملح يعني قد ايه وكده. انا هربهم الاول كده معايا 3 بيضات، برضو جايبة 3 بيضات للحتة القرنبيطة ديت. آه حلوين يعني معقولين. انا هربهم الاول كده بالدقيق وشويه ميه، بق ميه بسيط كده. جبتهم في الهون مكان الدقه بتاعه التوم يعني وكده. وهكسر ال3 بيضات عليهم وكده. خلاص الايه، الخلطه بتاعه القرنبيط بتاعتنا بتكون خلصت.
صلوا على النبي يا جماعة، اكثروا من الصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. ويا اللي ما حطش لايك يحط لايك، واكتبوا لنا تعليق حلو ودعوة حلوة من قلبكم. ربنا يبارك فيكم جميعا ويصلح حالكم، اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يجعله شهر سعيد علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية، اللهم امين يا رب العالمين. اللايك ثم اللايك ثم اللايك، اوعوا تنسوا اللايك يا جماعة بالله عليكم، عشان هو اللي بيرفع الفيديو شوية وهو اللي بيشجعنا ان احنا نصور وننزل فيديوهات على طول. كل لما بتكون المشاهدة بتاعت الفيديو كويسة وتكون اللايكات بتاعته كويسة والتعليقات كمان احلى واحلى، الواحد بيشجع يعني كده ان هو يقوم ويصور. واحنا كل يوم بنعمل في بيوتنا، بس عايزه اقول لكم يعني ايه اللي بيخلي الواحد ان هو ما يصورش لما ما بيلاقيش في مقابل لتعبه. اللهم صل على النبي. لما تلاقي مفيش مشاهدات، مفيش لايكات، مفيش حتى التعليق مش موجود، فده اللي بيأثر جيد الواحد ويخلي الواحد نفسيته تقفل يعني وكده. فربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا يا رب، وحال ولادنا وولادكم، ويرزقنا ويرزقكم جميعا يا رب العالمين، اللهم امين. هنا اول حاجة بدأت بيها البطاطس. طبعا اول حاجة لما تكوني هتقلي كذا حاجة ورا بعض وفيها بطاطس، اول حاجة معروفة ديت البطاطس بتقليها هي الاول في الزيت، وهو يكون الزيت لسه نضيف وكده. اللهم صل على النبي. قليت البطاطس الاول وخلصتها، وبعد البطاطس هنخش على القرنبيط زي ما شفتوا كده اهو، بنغطس ونشيل على طول كده. انا مخليه حتت صغيره كده، الحتت الصغيره لما بتحسي بصوا بيبقى جميل جميل، بيبقى شكله لونه، بصوا لونه عامل ازاي، لونه تحفه وجميل. وكمان القطعه لما بتكون صغيره كده بتبقى حلوه. هنا بقى بصوا القرنبيط بيغمق الزيت ازاي، بس ما فيش مشكله، ده قرنبيط برضو. هنا كنت بعت جبت ب5 جنيه عجينه طعميه. ما احنا بقى لازم نحبش الموضوع يعني من كله. عايزه اقول لكم ان كان في فول كمان، كنا جايبين فول برضو، كنت هعمله كده بفص ثوم وقرن شطه اخضر وطماطمايه، فول بطماطم يعني، وهنحبشه ونوضبه. بس لقيت الاكل ما شاء الله الصينيه يعني اتملت ومفيش مكان، وفي اطباق تانية على الارض، يعني مفيش مكان نحط فيه بقية الاكل. وبعدين لقيت الاكل هيبقى كتير قوي، الفول مش هيتاكل في وسط ده كله. فبعد ما جبت الكيس وطلعته، هتشوفوني دلوقتي وانا ماسكاه، رجعت تاني شلته على اخر لحظة والله. هنا بقى قلت اقللهم طعمية برضو كمان اهو. هنا كنا جايبين كيسين فول لسه طازة يعني، لسه سخن. الفول ده متحبش يعني ومتوضب كده، عليه طحينة وكل حاجة. هنا ده خلاص بقى كده اللحظة الحاسمة، خلاص القرآن بتاع المغرب كان بيقرا وقرب يصدق. وكان عندي ملوخية برضو بايتة، هبقى اوريكم برضو الفيديو بتاع الملوخية. بس انا ايه، انا كنت مصوراه في الاخر، يعني صورت شكل الاكل اليوم اللي هو كان فيه ملوخية ده، ما صورتش معاكم وانا بطبخ وبعمل الاكل. انا وريتكم بس الشكل النهائي، لان في اليوم ده فعلا كان عندنا ظروف وما كانش ينفع ان انا اصور، وما كانش فيه وقت اصلا. يعني عايزه اقول لكم مع السلامه، هكمل لكم بعدين في الفيديو اللي جاي.